جملة كنت بارددها كتير جدًا وهي اللي أنت فاهمه غير اللي أنا فاهمه غير لمّا تفهمهوني، معنى كده إن أنت ممكن تكون فاهم حاجات وعندك مشاعر وأحاسيس تجاه حاجات، تيجي تفهمهاني أفهمها بطريقة مختلفة، وحتى لو أنت جيت فهمتهاني وفهمتها بالطريقة الصح، هنا بس اللي هافهم أنت تقصد إيه. بمعنى إيه؟ بمعنى كتير مننا بيسمع والده وهو بيزعق له وبيقول له أنت بتعمل كده ليه وأنت بتعمل مش عارف إيه، وأحيانًا بتوصل معاه للضرب. وكتير مننا بييجي يسمع صاحبه اللي هو بيضايقه بالكلام وبيضايقه بتصرفاته وبأفعاله اللي بيعملها في وسط الناس. تعالَ بقى كده نسأل سؤال جميل جدًا، هو والدك لمّا بييجي يوصل معاه لمرحلة الضرب أو حتى بيتكلم معاك بطريقة أنت مش عاجباك، هل هو عايز منك حاجة هنا؟ هو الحاجة الوحيدة اللي هو عايزها إنك تكون أحسن منه، هي دي الحاجة الوحيدة. ولكن هنا هو عبّر عن الضيقة بتاعته أو عبّر عن إن هو عايزك تكون كويس بطريقة خاطئة وهي الضرب أو هي الزعيق، فبالتالي ما وصلتلكش المعلومة بشكل كويس. أو حتى لأصحابك لمّا بتيجي تتعامل معاهم في حياتك، هتبُص هتلاقي إن أصحابك علشان بتتعامل معاهم، ممكن تلاقي صاحبك بيهزر معاك، بيتنمر عليك، بيتريق عليك، أيًا كان الفعل اللي هو بيعمله أكيد في وراها نية إيجابية. إذًا في فرضية في البرمجة اللغوية العصبية بتقول وراء كل سلوك نية إيجابية. ممكن يكون صاحبك دوّة بيتريق عليك، ولكن هو من جواه عايز يقول لك إن أنت لو لبست الطقم الفلاني هيبقى أحسن بكتير عليك. في ناس كتير جدًا تبُص تلاقي إن الأب أو الأم بيتعامل بطريقة صعبة شوية aggressive شوية، ولكن هتيجي هنا تبُص تلاقي إن هم عايزينك تبقى أحسن. طب السؤال هنا يا مستر هشام، هو المفروض إن أنا أعمل إيه؟ علشان خاطر تتعامل مع الناس مهم جدًا إنك تفرض حُسن النية. افرض مع الناس حُسن النية، قُل إن هو أكيد ما يقصدش، أكيد أنا ما وصّلتلهوش المعلومة بشكل صحيح، أكيد هو كان عنده مشاكل وعنده ضغوطات خلّتني أوصل لكده، أو خلّته يوصل لإنه يتعامل معايا بالطريقة دي. إذًا يبقى افرض حُسن النية، لإن مع فرضك لحُسن النية هتبُص هتلاقي نفسك بتعرف تتعامل مع كل الناس، وهتبُص هتلاقي نفسك بترُد على الناس بشكل جميل جدًا وبصدر رحب، وهتبُص هتلاقي نفسك وأنت وبتتكلم معاهم الناس مش زعلانة منك، لإنك تفهّمت الموقف، بعدين بدأت ترُد عليهم، أو بعدين بدأت تجاوب معاهم. ولكن لو أنت اتكلّمت على طول وشُفت المنظر الخارجي وبدأت تتعامل معاه، هتبُص هتلاقي نَفْسك بتخسر ناس كتير جدًا. اوعى تتعامل مع الناس بناءً على ردود أفعالهم، ابدأ اتعامل مع الناس بناءً على اللي جواهم، أكيد في حاجة وصّلته إن هو يعمل كده، ابحث عنها ولإن الموضوع دوّة هيخلّيك بتعرف تتعامل مع ناس كتير جدًا. ولكن السؤال الأهم، مستر هشام هو أنا لو حد اتعامل معايا بالطريقة الوحشة أسيبه؟ لأ، وضّح له إنك زعلان، ولكن أنت وبتوضّح له إنك زعلان تبدأ تفهم منه الصح، علشان خاطر توضّح إنك زعلان، ففيما بعد لمّا ييجي يتعامل معاك يقول هشام بالذات ما أقدرش أتعامل معاه بالطريقة دي، لإنه بيفهمني كويس جدًا. هشام بالذات ما ينفعش إن أنا أتعامل معاه بالطريقة دي، لإنه شخصية محترمة جدًا. هشام بالذات فهيبدأ يحط عندك حدود كبيرة جدًا وما يقدرش إن هو يتخطاها مرة تانية. فإذًا أنت بتحط له خط أحمر بإنك توضّح له إنك زعلان، وكمان بتفهمه، فأنت كسبته ووضّحت له إنك زعلان. فاوعى تفرض سوء النية عند الناس، افرض حُسن النية، لإن أكيد الناس مش هتبدأ تحب لك الشر لمجرد إنها بتحب لك الشر. واجعل من يراك يدعو لمن رباك. افتكر الجملة دي لإنها جميلة جدًا. شكرًا جدًا ليكم، أشوفكم على خير. سلام.